السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عروض ومنتجات. اليوم جبت لكم واحد المنتج اللي غادي يقدر يعجبكم. بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الشمس وباغيين حماية لبشرتهم. اليوم غادي نهضر لكم على التجربة ديالي مع ليكرون ديال كالوس اس بي اف 50. الواقي الشمسي هذا راه مغربي، كيعطي حماية عالية. المهم تابعوا الفيديو للنهاية، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو. بالنسبة لهذا البخاخ هذا فيه ال SPF+ 50، يعني كيحمينا من الشمس. بالنسبة للاسم ديالو راه سميتو كارلوس، هذا راه تيكون في بيم، راه كيجيبوه بيم بزاف. هذا واحد سبراي سولير، يعني الدور ديالو انه كيحمينا من الاشعه الفوق البنفسجيه. المكونات ديالو انه فيه ويل دو جوجوبا، ويل دو سيزام، وبزاف ديال المكونات اللي غادي نهضروا عليهم. بالنسبه للعبوه كتجي فيها 200 مليلتر، يعني انه راه كيدوز، وكما قلت لكم كيحمينا من الاشعه UVA وزائد الاشعه UVB. بالنسبه لهذا الواقي الشمسي هذا راه ما فيش الكحول، يعني زيرو الكول وزيرو بارابين، ما فيش حتى البارابين. وقلت لكم بلي انه هو يعني مغربي، فيه مكونات طبيعيه. المده ديال الصلاحيه ديالو هي 12 شهر من بعد ما نفتحوه. بالنسبه اكثر حاجه عجبتني فيه هي التركيبه ديالو. التركيبه ديالو راه غادي دابا تشوفوها راه خفيفه بزاف، يعني فيه الماء، فيه زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا هي اللي كترطب وكتهدأ، وكذلك فيه زيت اللوز الحلو. كنعرفوا بلي ان زيت اللوز الحلو راه هو مرطب مغذي. وايضا فيه زيت السمسم، هو اللي كيحمينا من اشعه الشمس. كما قلت لكم راه بدون كحول ولا بارابين، يعني راه مناسب تماما للبشره الحساسه. قبل ما تستعملوه غادي تحركوا العبوه مزيان، وغادي تطبقوا الكميه اللي غادي تناسبكم. انا هنا درت غير كنجرب لكم. التكستور ديالو راه خفيفه بزاف، هانتوما كما كتشوفوا البشره دغيا راه كتشربوا. ما كيخليش البشره كتلصق، ما كيخليهاش مزيته، يعني راه غيبان لكم بلي انه بحال اللي مزيت في الاول، ولكن راه البشره دغيا كتشربوا. ما كي يعني ما كيتاكسدش، يعني واخا تخرجوا راه ما غيتغير لكمش اللون ديال البشره ديالكم. انا غادي نعاود نطبقه باش تشوفوا بلي انه البشره راه دغيا كتشربوا. وضروري انكم تستعملوه 15 دقيقه قبل او لا بنص ساعه قبل، وكل ساعتين انكم تعاودوا تستعملوه. انا جاني مناسب هكا بيسين بحر. انا في الايام العاديه راه ما كنديرش هاد ليكرو هذا، باش نكون صريحه كنديرو غير في البحر. بالنسبه للتجربه ديالي معاه، انا راه ما كنديروش كما قلت لكم في الايام العاديه، يعني كنخليه غير البحر ولا بيسين. ما عرفتش، ما كيجينيش انه يتستعمل في ايام عاديه. بالنسبه للملاحظات اللي لاحظت كما قلت لكم بلي انه خفيف، ما كيخليش البشره دهنيه، كيذوب بسرعه في الجلده. الريحه ديالو زوينه وخفيفه، ما كسببش ليا لا تحسس لا احمرار، ما كيديرش الحبوب، وهادشي اللي عجبني بزاف. انا جربت بزاف ديال الواقيات الشمسيه، يعني هذا راه ماشي زعما شي حاجه اللي هي واو، كاين ما احسن منه بطبيعه الحال، ولكن كيبقى حتى هو زوين هكا. الا بغيتو غير بيسين ولا بحر راه مزيان. وكذلك راه الثمن ديالو راه رخيص، راه داير غير 50 درهم. يعني انا جاني بلي انه مناسب بزاف البحر. ما تنسوش انكم تخليونا رايكم في التعليقات، واش ديجا جربتوا هاد ليكرون، واش عجبكم، واش كيناسب جميع انواع البشره، واش لاحظتوا بلي انه كيحمي من الشمس او لا. واش نتوما عندكم نفس الملاحظات اللي قلت في الفيديو، باش كلشي يستافد. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش دائما توصلوا بالجديد. ونتلاقاو فيديو اخر مع منتوج آخر.